متحف اللوفر في باريس الكل يعرفه أكيد. هو مش مجرد متحف، هو تقريباً قلب فرنسا اللي بينبت بالتاريخ والفن. لكن في ليلة واحدة هذا الصرح العظيم تحول لمسرح الجريمة، لواحدة من أجرأ السرقات وأكثرها إثارة للجدل في عصرنا. 7 دقائق بس، تخيلوا، أقل من الوقت اللي بنحتاجه عشان نشرب فنجان قهوة. هذا هو كل الوقت اللي احتاجه اللصوص لتنفيذ اللي صار اسمه سرقة القرن. عملية بكل بساطة هزت فرنسا كلها. طيب، السؤال هو كيف ممكن أي شخص يخترق حصناً مثل متحف اللوفر؟ خلونا نفكك تفاصيل هذه العملية المدهشة خطوة بخطوة. الهدف ما كان أي لوحة أو تمثال، لا، الهدف كان مجوهرات التاج الفرنسي، كنوز تاريخية ما لا سعر، قيمتها التقديرية بتتجاوز 100 مليون دولار. يعني المخاطر كانت فلكية. الخطة كانت دقيقة لدرجة مش طبيعية، كأنها مشهد من فيلم هوليوود. استخدموا شاحنة صغيرة مع رافعة عشان يوصلوا لنافذة المعرض، وبعدين استخدموا قاطعة كهربائية عشان يفتحوا طريقهم من خلال الزجاج والقضبان. أخذوا المجوهرات وببساطة اختفوا، هربوا على دراجتين ناريتين كبيرتين كانوا مجهزينهم. لكن الشيء اللي بيصدم بجد هو هاد بروتوكول الأمن في اللوفر بيطلب من الحراس إنهم ما يتدخلوا بشكل مباشر لو صارت سرقة. مهمتهم الأولى هي تأمين سلامة الزوار. هذا البروتوكول الغريب نوعاً ما أعطى اللصوص الوقت الكافي لينفذوا خطتهم بدون أي مقاومة تذكر. ومع اختفاء اللصوص في ليل باريس بدأت مطاردة على مستوى البلد كله. طيب، كيف رح ترد السلطات الفرنسية على هذا التحدي الجريء؟ وهنا منشوف المواجهة الحقيقية. من جهة 7 دقائق من الجرأة والتخطيط، وفي مواجهتهم 100 محقق تم تكليفهم بالقضية. كان سباق حقيقي بين سرعة الجريمة وقوة الدولة اللي تحركت عشان ترد. على الرغم من التخطيط الدقيق، اللصوص ارتكبوا بعض الأخطاء اللي كانت حاسمة. تركوا وراهم الشاحنة والقاطعة الكهربائية وسترة صفراء، وحتى التاج الملكي وقع منهم وهم بيهربوا. لكن أهم الدليل اللي فتح القضية كلها كان الحمض النووي اللي لقوه في مسرح الجريمة. هذا كان الخيط اللي وصل الشرطة لهم. خيط الحمض النووي هذا كان كل اللي بيحتاجه المحققون، ومن هنا بدأت الشبكة تضيق بسرعة عن المشتبه فيهم، لحد ما وصلنا للحظة الاعتقال الحاسمة. الأحداث تحركت بسرعة مذهلة. بعد أسبوع واحد بس من السرقة، المحققون حصلوا على تطابق للحمض النووي، وفي نفس الليلة تم القبض على المشتبه به الأول في مطار شارل ديغول، وفي اليوم التالي على طول تم القبض على الثاني في باريس. انتهى الموضوع. إذن مين هم العقول المدبرة وراء هذه العملية الجريئة اللي خلت كل أجهزة الأمن الفرنسية في حالة استنفار؟ اللي بنعرفه حالياً هو إنه المشتبه بهم الاثنين في الثلاثينيات من عمرهم، والاثنين معروفين للشرطة بقضايا سرقة مجوهرات. الأول تم القبض عليه وهو بيستعد يسافر للجزائر، أما الثاني فجنسيته مش مؤكدة، مع إنه بعض المصادر بتقول إنه من مالي. وهنا القصة أخذت منحنى مختلف تماماً. بطلت مجرد قصة سرقة وصارت شيء أكبر بكثير. جنسية أحد المشتبه بهم أشعلت عاصفة سياسية وحولت الأنظار من مسرح الجريمة للساحة السياسية. عشان نفهم النقاش اللي صار بعد الحادثة، مهم نفهم هذا المصطلح الفرنسي rapport de force. معناه ببساطة ميزان القوى. هو بيشير لديناميكية القوة اللي بتتأسس غالباً من خلال المواجهة أو استعراض القوة. هذا المفهوم أساسي لفهم التعليقات السياسية اللي ظهرت. واحد من أبرز ردود الفعل جاءت من السياسي إريك زيمور. هو ربط الجريمة بشكل مباشر بالهجرة. برأيه عمليات السلب والنهب هيدي بتشبه اللي بيعمله جيش احتلال، وحط السرقة في سياق أوسع كأنها هجوم على الهوية الوطنية الفرنسية. اللي بيزيد الموضوع تعقيد هو التوقيت. قبل 3 أيام بس من السرقة كان وزير الداخلية الفرنسي لوران نونيز بيدعو لتجديد الحوار مع الجزائر. هذا السياق خلى اعتقال مشتبه به جزائري وهو في طريقه للجزائر موضوع حساس جداً من الناحية السياسية. هذا الرسم بيوضح كيف تطور النقاش العام. في البداية التركيز كان على الجريمة نفسها، بعدين انتقل الكلام للإخفاقات الأمنية في اللوفر، لكن بسرعة الموضوع كله تحول لقضية توترات سياسية مع تركيز كثير على أصول المشتبه بهم والعلاقات الفرنسية الجزائرية.
وشفنا وجهات نظر أكثر حدة في وسائل الإعلام. هذا التعليق مثلا على قناة السي نيوز دعا لإنهاء الحوار تماما واتخاذ موقف أكثر صرامة، واقترح أنه يمكن حان الوقت عشان الجزائر تفهم أنه فرنسا قادرة على سحق الحكومة الجزائرية دبلوماسيا. وهذا بيتركنا مع السؤال أعمق بكتير: متى بتبطل الجريمة تكون مجرد فعل فردي وبتصير مرآة بتعكس أعمق الانقسامات في مجتمع كامل؟ هذا هو السؤال اللي تركته سرقة اللوفر لفرنسا وللعالم كله.